أهلا بيكم في أول فيديو من فيديوهات السلسلة الجديدة إزاي نقدر نعمل موقع شخصي مع بعض. أنا سلوى عبده ووردبريس ديفلوبر، واللي هنشرحه في السلسلة دي إزاي نقدر نعمل موقع شخصي احترافي نحط عليه كل أعمالنا وكل خدماتنا بحيث العميل يشوفها أو أي حد يبحث عننا يقدر يشوفها. تخيل معايا كده السيناريو ده، لو عميل شاف ليك بوست أو سمع عنك من شخص معين وجه يكلمك عشان يعرف منك خدماتك أو يعرف منك الشغل بتاعك، فأنت بعتله كذا لينك أو لينكات كتير قوي، أو فضلتوا تتكلموا لمدة 3 أو 4 أيام ويعلم الموضوع ده وقف على ايه. فالفكرة هنا ان احنا لو عندنا موقع شخصي نقدر نبعت له لينك واحد بس، وهو لينك الموقع اللي عليه كل حاجة، عليه لينكات التواصل بتاعتنا، عليه خدماتنا، عليه أسئلة وأجوبة بتقدر تفهم العميل انت هتقدر تفيده ازاي او هتقدر تقدم له ايه، عليه حرفيا كل حاجة، خبرتك، شغلك، كل حاجة. اللينك ده بتروح تبعته للعميل والموضوع كده انتهى. العميل بيشوفه مع نفسه وبيقدر يقرر اذا كان انت اللي عايز يشتغل معاك او لا. الموقع بيديك كذا ميزة، بيديك احترافية أكتر، بيديك مصداقية. لو صحينا في يوم من الأيام مثلا ممكن نلاقي الصفحات بتاعتنا على السوشيال ميديا أو الجروبات بتاعتنا مش موجودة، لكن في حالة الموقع بيكون صعب جدا إن أنت تصحى تلاقي، أنت تصحى ما تلاقيش الموقع بتاعك. يعني هي ممكن تحصل بس بتكون بسبب مشكلة وبتتحل والموقع بتاعك بيرجع لك، لكن بيكون أضمن 100% من إن احنا نعتمد 100% على السوشيال ميديا. إيه أصلا الفرق ما بين البورتفوليو وما بين الموقع الشخصي؟ في ناس فاكرة إن البورتفوليو هو الموقع الشخصي والعكس، أو لو أنا عندي بورتفوليو فأنا كده مش محتاج موقع شخصي. الحقيقة ده مش صح تماما، لأن احنا الموقع الشخصي البورتفوليو بيكون جزء من الموقع الشخصي. يعني احنا لما نعمل موقع شخصي هيكون عليه حاجات كتير جدا من ضمنها أعمالنا، يعني بيكون لامم حرفيا كل حاجة. لكن البورتفوليو بيكون أعمالنا بس، ما بيكونش فيه أي حاجة تاني ليها علاقة بأي حاجة حرفيا غير أعمالنا، ولا انت مين، ولا اللينكات بتاعتك بتاعة التواصل، ولا أي حاجة خالص. الموقع الشخصي عليه كل حاجة، وده اللي هنشرحه في السلسلة دي، ازاي نقدر نعمل موقع شخصي عليه كل حاجة خاصة بينا. ازاي هنبدأ السلسلة دي مع بعض؟ احنا حرفيا محتاجين عشان نبدأ السلسلة دي مع بعض جهاز عليه نت، سواء لاب او كمبيوتر، ويكون عليه نت بس كده. في حالة ان احنا عايزين نرفع الموقع خلاص ويظهر على جوجل، فاحنا محتاجين دومين واستضافة، ولكن ده هنحتاجه في الاخر خالص في اخر السلسلة. انت عشان تتعلم محتاجين جهاز عليه نت بس كده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعت السلسلة. والسلام عليكم.